بص بقى يا ابو الصحاب، في الفيديو دوت هنلخص الفصل الاول والتاني من حكاية فردان. وعموما اهو جبنا لك حكاية جديدة عشان تستمتع طبعا بيها، بس انا عاوزك تفتح مخك في الحكاية ديت عشان الحكاية دي مش زي اي حكاية انا كنت عملتها قبل كده. فحط سماعاتك وجهز مسلياتك وحط لايكك واشتراكك ويلا بينا نبدأ بقى الحكاية. بتبدأ حكايتنا في إحدى الليالي المظلمة، بالذات في برج من الأبراج، وبيكون في حد عمال يصرخ من الألم، وبيبان كده إن في حد بيتعذب. بعد كده بنسمع حد هو بيقول: تماسك أيها اللقيط، احنا لسه حتى مش بدأنا فبلاش تغمض عينيك. وبيقولوا حقنة المنشط اللي احنا لسه حاطينها مش عملت حاجة، فخلينا نحط واحدة كمان. بعد كده بنسمع حد بيقول للي بيعذبوه: ايه ناتج 461 ثانية. بعد كده واحد تاني بيقول للي كان قاعد بيتكلم: ده شكله كده اتطول شوية مع كشف المرة ديت، وكمان انه يتكلم عن نتائج زي ديت. فالعينة التجريبية الشاطرة بتختلف بجد. بعد كده بتشوف الشخص اللي هم بيعذبوه هو مصاب بالكدمات والجروح في برج السحر بوهيميريان. بعد كده بنشوف كل الأشخاص وهم قاعدين قدام الشخص دوت. بعد كده بنشوف حد هو بيقول: بعد 461 ثانية من مناقشة دائرة الطاقة السحرية 72، بيقول إن الدائرة السحرية اشتغلت وأن تفاعل التحصين اتكبح. بعد كده القائد بتاعهم بيقول: حلو أوي الكلام دوت، احنا هنديله كمان حقنة عشان تنشط وتوسع الذاكرة. وبعد كده القائد بيقول: في البرج دوت هو الأقوى في الإمبراطورية. بعد كده الشخص اللي بيتعذب بيقول: أنا بموت بالبطيء. بعد كده بيقول: اشمعنى. بعد كده بيقول: اشمعنى شخص زيي بيتقال اللي هو عنده عقل موهوب بتكون نهايته زي كده. بعد كده السيد بيقول: يلا دلوقتي كملوا المنشط، بس مش ده، خلوه اضعف زي كل مرة، خلوه اقوى دلوقتي. بعد كده الشخص اللي بيتعذب، والمناسبة يعني اللي هو اصلا بطلنا فردان، بيكون بحاسس بألم لا يطاق حرفيا. بيدنه يزعق وبيقول: بطل بطل بالله عليك، انا خلاص هموت ومش عدت قادر. السيد ولا بيكون حاطط في باله وبيقول: انت صغب قوي، احنا مش عاوزين اي صداع في دماغنا. بعد كده السيد بيقول لشخص من الاشخاص اللي هو يقول له اول ما التجربة تخلص، والشخص بيقول له: حاضر يا سيدي. بعد كده فردان بيقول: اشمعنى انا هموت في المكان اللي هو البرج السحري واللي انا كنت عاوز اروحه حتى وانا صغير، اشمعنى يعني هموت في المكان اللي انا كنت بحلم ان انا اروح عنده اساسا. كده شخص من الاشخاص بيمسكه من راسه وبيقول له: يا عبيط بطل بقى وامسك في نفسك كده، هو عشان مش ناقصين اي صداع. بعد كده الواد بيقول له: انت حاسس بايه يا فردان، مع انك كنت قاعد ومش عندك اي موهبة في السحر، عملت زي ما يكون انت شخص مهم عشان قعدوا يمدحوا فيك شوية بس عشان ذكائك. عشان كده بيتم استخراج قوتك الحيوية ومعرفتك في المختبر الابحاث السري. وبيقول له: يلا تظهر بذكاء زي ما انت كنت بتعمل قبل كده، اتصرف واتكلم زي ما انت كنت قاعد بتعمل زمان. بعد كده بيقول له: طيب انت حتى في حالتك ديت انت مش بتفقد وعيك. وبيقول له: انت هل تسمعني؟ بس اساسا فندار مش بيكون سامعه خالص. بعد كده الواد بيقول له: انت اخرس، انت بتبص فين يا عم انت؟ بعد كده بيبص على النمل اللي تحته ده وبيقول: ايه النمل التجريبي دوت، شكله كده فلت. وبيزعق للناس التانيين وبيقول لهم: انت مش بتعرفوا تعتنوا بحاجه زي كده. بعد كده بيقوم دايس عليها على طول. بيقول في التفكير في الموضوع هو اصلا حتة حشرة ومش عنده اي ردة فعل. الواد التاني اللي جنبه بيقول له: تعالى ما يا عم، ومش عنده اي ردة فعل، تعالى ناخد عيونه من الدرجة اس، هي كده كده. بعد كده فردان بيقول: اشمعنى. والعيال التانية بقى بيدنهم يتريقوا على فردان وعلى ضعفه، وبيدنهم بقى يهزروا مع بعض. بعد كده فردان بيكمل كلامه وبيقول: عشان اي سبب. بعد كده بيقول: انا فهمت كل اللي بيحصل دلوقتي. بعد كده بيقول للعيال اللي قدامهم: اصمتوا. بس طبعا بيكون بصوت هادي والعيال مش بيكونوا سمعوه، بيقول: انت بتمتم في ايه. بعد كده فردان بيتعصب جامد وبيقول: اخرسوا فعلا من سيسحقكم ايها الاوغاد. وبيقول: كل دوت عشان انا ضعيف يعني. بيقول: بدأ كل حاجة قبل 15 سنة، كنت عايش في ميتم وكل اللي انا كنت عاوزه ان انا ابقى ساحر عظيم، وفي الاخر دخلت برج سحري عشان اتعلم السحر، بس انا مهما عملت مش هعرف اكون ساحر، وكل دوت بسبب حد دماغه من الرتبة واحد. بعد كده بيقول: ذلك كان اختبار التوافق الصحي اللي انا عديته وانا عندي 7 سنين.
وكان معناه بكل بساطة إن أنا ما أقدرش إن أنا أكون ساحر. الناس كانوا بيقولوا عندي إن أنا مش عندي موهبة، وبيقول دوّة كان حكم بالموت بالنسبة ليّا. أنا اللي كنت باحلم إن أنا أكون ساحر، حتى مع كل دوّة أنا برضه قاعد إن أحلم إن أنا أكون ساحر. وبيقول عشان أنا كان حلمي إن أنا أكون ساحر، كنت باتسلل من ورا أسياد البرج، وكنت قاعد باقرا في الكتب السحرية. وبيقول أنا كمان اتعلمت جوهر كتب كتيرة موجودة في المكتبة بتاعة البرج السحري. بيقول مع إن أنا مش عندي أي قوة سحرية، إلا إن أنا كنت واثق لما بيكون الأمر متعلق بالذكاء. بيقولوا بعد كام سنة الناس قعدوا يقولوا عليا إن أنا عبقري، وبيقولوا أخيرا أنا بقيت باحث في البرج السحري. بعد كده عيل بيقول لفردان استنى، ده انت أكتر من عبقري، ازاي اللي باحث عادي يجيله الفكرة ديت؟ بيقول الفكرة ديت البرج كلها يعترف بيها حتى سيد البرج. بعد كده فردان بيقول وقتها أنا كنت حاسس حاجات كتيرة عن نفسي، إن ذكائي مش بس موهبة، ده كمان في حدود العبقرية. بعد كده فردان اللي هو في الماضي بيقول له شكرا ليك، أنا كنت بس عاوز أثبت الفكرة ديت قبل ما أنا أعملها. الواد بيستغرب بيقول له هو أنا أول واحد شفتها؟ هو أنت أصلا مش وريتها لحد تاني؟ فردان بيقول له لا أنت أول واحد شفتها. فردان بعد كده في الحضر بيقول له كارد الباحث الوحيد اللي كان هيعترف بيا، وكنت هعرف أقعد في البرج مش كعامل بسيط، لأ كباحث في السحر الآن. حد ما قال فكرتي زي ما يكون هي فكرته أساسا. أول ما عرفت كده رحت عند سيد البرج بسرعة. بعد كده فردان في الماضي بيقول للرئيس إنه يصدقوا إن الفكرة ديت بتاعته، وبيقول هي اختفت قبل اليوم اللي أنا كنت عاوز أسلمه بيوم، وإن خدها لوكارد عشان يسلمها باسمه. بعد كده سيد البرج بيقول له يعني أنت بتقول إن النظرية ديت بتاعتك صح؟ فردان بيقول له أيوة الفكرة ديت بتاعتي، ولو كده ممكن أقول لك وأشرح لك كل حاجة من البداية. بس السيد بيقاطعه وبيقول له إيه المفاجأة ديت؟ أنا ما كنتش عارف إن ما بين الباحثين العاديين في حد عنده الموهبة ديت. بعد كده فردان في الحاضر بيقول لو أنا بس مش كنت روحت عند سيدي في اليوم دوت. بعد كده سيد البرج اللي هو اسمه يعني صعب فهقول له بقى ويليام وخلاص، بيقول له إنه يجي عند المختبر بتاعه كمان يومين لما القمر يختفي. بعد كده فردان بيقول لو أنا كنت هربت من البرج وقتها كنت هعيش حياة طبيعية ولا لأ. وبيقول من وقتها هم حبسوني في البرج دوت، وقعدوا يعذبوا فيا أكتر وأكتر. وبيقول أنا كنت في الصبح عبارة عن عامل عادي، وفي الليل كنت حرفيا فرمي التجارب. نرجع بعد كده في الحاضر وفردان بيقول كل حاجة انتهت، وبيقول ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي. بعد كده بننتقل لورا خالص وفردان بيكون هو صغير وقاعد بيلعب مع بنت كده. بعد كده بيكون شايل حاجة كده وبينده على العامل عشان يجي ياخدها منه عشان هي تقيلة يعني. بعد كده هو والبنت بيقعدوا في مكان كده، وفي البنت بتقول له فردان احنا لما نكبر هنكون فارسين عظيمين. بعد كده بياخدوا واحد على نفسهم ان هم لما يكبروا هيبقوا فارسين عظيمين. بعد كده في الحاضر فردان بيقول لو انا كنت امكانياتي كانت بتتطور حتى قليل كنت هعدي كل حاجة بسرعة صح، ومش كان هيحصل لي دوت كله. بعد كده فردان بيقول انا اعترف كل حاجة انتهت خلاص، وما عادش في حاجة تانية ممكن اعملها في العالم دوت. بعد كده فردان بيكون قاعد بس بيكون في كمية نمل كتيرة قوي. بعد كده فردان بيسمع صوته بيقول الصوت دوت انا كل شوية بسمعه لما بيتعمل عليا التجارب. بيقول انا مش كنت عارف انا عندي قوة قد ايه دلوقتي. بيقول مش كان من المريح ان انا اموت وخلاص. بعد كده بنسمع حد بيقول له بجد بس دوت مش شعورك الحقيقي مش كده. بعد كده بيقول مش دلوقتي، كل حاجة مش انتهت دلوقتي، مش كده برضو يا فردان. بس الغريب اللي كل دوت بيكون جاي من نملة ميتة اساسا. بعد كده بنشوف النمل كله وهو جاي يتلم في حتة واحدة، وبيبدأ بعد كده اللي هو يكبر اكتر واكتر. بعد كده في صوت تاني بيجي من عندهم بيقول عشان تنتقم وتعيش امسك نفسك واصبر واحتمل مرة ورا مرة. وقتها النمل بياخد شكل فردان. بعد كده النمل بيمسك وش فردان وهو بيقول وقتها هتتولد من جديد. وبيقول عشان مش يداس عليك تاني ويكون عندك قوة عظيمة لازم تتجاوز حدودك. فردان بعد كده بيتعصب وبيقول ايوه كل حاجة لسه ما انتهتش لسه، يعني لازم ننتم عشان كل السنين اللي فاتت ديت سيفي اللي كان ضايع انا لقيته وهازم اي حد كان بيستهزأ بيا. انا بس كنت بعرف احل المسألة الاخيرة اللي انا مش كنت عرفت احلها قدام القوة الاعظم اللي انت بس تكون ذكي ديت مش كفاية. كان الموضوع كده بكل بساطة انا كنت ممكن اتحدى قدري.
وبيقول انا هعيد التعريف بتاع الاطار النظري، هكمل الطريقة عشان اعرف اتولد من جديد. بعد كده بيقول النظرية بتاعة تحدي السماء هتكون بعد كده من بكرة، وبيقول انا هتجاوز كل حدودي، هكسر السلاسل اللي موجودة على جسمي. بيقول نظرية تحدي السماء اللي هتخلينا أعرف إعادة بناء جسدي مش هتكتمل غير لما أتقبل موتي. وبيقول كل اللي اتبقى عشان أثبت النظرية هي الأدلة الأثرية اللي ممكن تسمح لي باللقاء الصحي لمدة واحدة بس. بيقول بكرة بالليل هعيد حريتي. الليل بيعدي بسرعة، بعد كده الصبح بيجي، بعد كده حد بيفتح باب كده وبيقول أيها الرسالة حان وقت تنظيم مختبر الكيمياء. وبيقول له مش هتقف كده اهوت، مش ليك لازمة، اخلص وروح نظف المكان بسرعة. وبيقول له انت مش سمعتني ولا ايه، اخلص. بعد كده فردان بيقول له خلاص ماشي. بعد كده فردان بيروح وبيبدأ انه ينظف المكان. بعد كده في بنت بتناديله وبتقول له هتنظف بمفردك، بتكون ديت روفيلين صاحبته. بيقول لها ايه اللي جابك لهنا، بتقول له جيت عشان اودعك. بيقول لها افتكرت ان انت هتسافري بره عشان تتعلمي. وبيقول لها مبروك على سفريتك بره. بعد كده البنت بتقول له يا فردان عرضي ما زال قائما. بتقول له تعالى معايا لفرنتي، هي دي اسم البلد اللي انت هتروحيها يا اختي. وبتقول له ان هناك العكس، مفيش حد هيقدر يتمرد عليك او حتى انه يضربك او حتى انه يهزقك. وبتقول له يا الله انت عارف يعني انا قلت لك الحاجات ديت 1300 مره يعني. وقلت له انا كنت بس عاوز حد يتكلم معاه هناك، انا مش عاوز اكون بالوحده يعني. نعم يا اختي، بس اكيد بتكون كده الكلام دوت وهي مكسوفه اساسا. فردان بعد كده بيقول لها روفلين انا هدني هنا احسن لي. بنت بيبان عليها زعل كده هوت، بس بعد كده بتركب العربيه وبتزعله وبتقول له انا هكتب ليك رسائل. بعد كده فردان بيقول يا روفلين انت مش عارفه حاجه، انت مش عارفه اساسا ايه اللي بيحصل هنا. بعد كده حد بيزعل لفردان وبيقول له بسرعه وتعالى. بيمسكه من ايديه وبيمشي بيه، بس طبعا بيمسكه من جنزيره ومش هيمسك ايديه متوسخه. هو اللي بيقول كده اقسم بالله. بعد كده بيقيم مهرجان السحر، وبيكون وقتها فردان هو شغال يعني حاجه زي جرسون كده. بعد كده بيكون حد بيخبط على الترابيزه وبيقول له تعالى يا فردان انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي. فردان بيقول له انا كان عندي مشاغل كتير وكنت مشغول بالتنظيف. الراجل بيقول له كان المفروض ان انت يكون عندك اذن مسبق. الشخص بيقول له انت ممكن تدخل بس اياك تخدش او تضرب او تعمل اي حاجه. فردان بيقول له ماشي ايها المدير. بعد كده فردان بيدخل على الاوضه ديت، بيبدأ بعد كده اللي هو يسحب حتة حتة وبيروح عند حاجة كده وبيحط ايده عليها، وبيقول كويس انا كده فعلت الأداة الأثرية وكده مش حدش هيسمعني. وبيقول كل حاجة من هنا دلوقتي هتبدأ، وبيبدأ بعد كده اللي هو ينزل مع سلم طويل لحد ما بيوصل أخيرا لحد الأرض. وبعد كده بيشوف أداة سحرية كبيرة قدامه. عارف الأداة ديت مهمة جدا لسيد القصر، وبيقول عشان انفذ خطتي انا عاوز الصولجان دوت، عشان اخده لازم اطفي الدائرة السحرية اللي هي بتحميه. بيقول التقنية دي كان حطها سيد البرج عشان محدش ياخد الأداة. وبيقول انا كنت قاعد بدرس في اخر 7 سنين ازاي اكسر التعويذة ديت. بعد كده فردان بيقول يا سيد البرج التقنية اللي انت كنت بتفشخر بيها قاعد دلوقتي هكسرها. بعد كده بتشوف حد هو قاعد مع واحد كده وبيقول اللعنة، التانيين دلوقتي قاعدين مبسوطين بالمهرجان، اما احنا فلازم نحرس مصدر الطاقة. يدنهم بعد كده يقولوا كلام ملهوش 1060 لازمة. بعد كده فردان بيخش عليهم والراجل بيقول انت فردان مش كده هتلاقي شوية خمرة كمان، استغفر الله العظيم يا رب. فردان بعد كده بيعمل نفسه اللي هو ماشي رايح يجيب، بس هم اصلا عايشين في الزبيب. بيطلع الأداة السحرية ووشه بيكون مليان بعلامات الغضب. بيدنهم بقى يتكلموا بيكونوا متفشخرين على الآخر، إلا واحد منهم راسه حرفيا بتطير، التاني حرفيا بينصدم وبيقول اللي بتعمله. فردان بيوجه سلاحه عليه تعالى انت اللي بعده. الواد بيقول له يا فردان انت اتجننت ولا ايه. فردان بيقول له رد فعل انت مش توقعته مش كده. الواد بيقول له انت ازاي تجرؤ، حشرة حقيرة زيك عاوزة تقتل ساحر، خلينا اصلح دماغك الاول، ورينا بقى اذا كنت هتعيش بسبب التعويذة اللي هعملها دلوقتي. بعد كده بيعمل تعويذة دماغ قوية. فردان بعد كده بيقول سحر ميرود بس لسه مش وحش برضه. فردان بعد كده بيعمل تعويذة صخر قوية، والاتنين طبعا بيهجموا على بعض، بس طبعا الفوز بيكون من ناحية فردان. الواد بيقوله انت ازاي عرفت، ازاي شخص زيك يقتل ساحر زيي. فردان بيقوله انت مصدوم عشان فرط تجارب يعني بيعمل سحر. بيقوله دوت اللي بيحصل لما انت بتتلاعب بالناس اكتر من اللازم. بعد كده بيقتله بيدنه يبص كده على حاجة غريبة.
ايوه بالظبط، هما كانوا بيحرسوا ايه، مصدر طاقة برج السحر. بعد كده فردان بيقول الموضوع عدى اكتر من اللازم، بيخلع القميص اللي كان لابسه وبيكون جسمه مليان بالتعويذات. بيقول لو انا مش حاولت فمش هعرف ابدا. بعد كده بيحط العصاية على الارض وبيجهز نفسه عشان يعمل التعويذة، وهو فعلا بيعمل إحالة تشكيل الجسد، وبيصرخ وبيقول تحدي السماء. الطاقة بيكون باين زي ما يكون إن هو هينفجر. البرج اللي فيه فردان بيبدأ إن هو ينور بطريقة عجيبة. بعد كده بنشوف عربية ماشية من جنب البرج، وبيكون فيها سيد البرج وبيقول إن القوة السحرية الهائلة دي أكيد جاية من مصدر الطاقة، وبيقول يعني معنى كده إن في شخص اقتحم البرج السحري. كده بينتهي معانا أول فصلين من حكاية فردان. أتمنى تكون الحكاية عجبتكم طبعا، وأتمنى يعني لو الحكاية عجبتكم فحطوا لايك بقى زيكتونا، حطوا لايك. عموما أنا عارف إن أنت في الحتة دي هتيجي الشماعات طبعا وهتقلب الفيديو. قبل ما تقلب الفيديو حط لايك واشتراك كده هوت، ويفعل زر الجرس والحاجات الحلوة دي عشان والله بحبها والنعمة بحبها. انت بالنسبة لك الحاجة دي تافهة، اما بالنسبة لي الحاجة دي بتفرحني جامد، يعني بتفرحني قوي. حط لايكك بقى واشتراكك وسلام.